السلام عليكم، أهلا بيكم في مطبخ مصرية. أنا عندي ولاد أختي من ليبيا. فبنت أختي طلبت مني، قالت لي خالتي عايزة حواوشي. قلت لها خلاص أعمل لك حواوشي. قالت لي لا، مش كيف اللي بتديريه، يعني مش زي اللي أنت بتعمليه. أمال عايزة إيه؟ قالت لي أخويا طلب لنا أوردر السنة اللي فاتت وكان مقرمش من بره. قلت لها أنت عايزة حواوشي مصري مش اسكندراني، لأن الاسكندراني طريقته تختلف وأنا منزلاها على القناة قبل كده. حاجة بسيطة جدًا خالص، جِبت لها نُص لحمة وبصل وفلفل وبهارات. تعالوا نعملوه بسرعة كده مع بعض، سهل وبسيط وأسهل من الكشري بتاعنا. الكشري ده إيه، أسهل من الحواوشي بتاعنا. حاجة بسيطة جدًا، حبة بصل حلوين، فلفل أخضر بقى وفلفل حامي، هُم الليبيين بيحبوا الحراق. فرمنا البصلة، هي لازم تبقى ناعمة، مش زي الحواوشي بتاعنا، مش زي الاسكندراني، يعني دي لازم تبقى ناعمة. دلوقتي من خلال الفيديو هتعرفي ليه البصلة تبقى ناعمة. عملت جزء، اعمل الجزء التاني. طيب عملت مقدار البصل مع الفلفل كله. احط فلفل اسمر، مش كتير طبعا، كفاية الفلفل الحار. على كلامهم حار. تمام. ملح، تحطي الملح طبعا حسب الكمية اللي قدامك وتدوقي. بس في العادي انا ما احطش ملح كتير، عشان ماما دايما كانت تقول لي الاكل الباسل او العادب يتداوى، لكن الحادق هتعملي له ايه. تمام. بحط بهارات لحمه مش كتير. وايه اللي يحصل بقى، ندعكها جامد جدا كانك بتعملي كفته، علشان تتماسك في بعضها، تبقى ماسكه يعني في العيش. احنا عجننا اللحمه كويس جدا. هجيب صاج بقى واحط له كميه سمنه حلوه جدا. نجيب بقى الصاج بقى وندهنه سمنه بقى، على رأي حبيبه جميله، بتنمروا عليها وهي جميله. كفايه الحله الالمونيا بتاعتها اللي حطاها على النار اللي بتطبخ فيها، كانها فضه ضيفه شمعه. فنجيب بقى ايه الصاج كده. اوكي ماشي. هنقول ايه، بنقوله كل حاجه سهله بس كل حاجه بتاخد وقت. نجيب بقى العيش بقى. ايه ده، ايه العنف ده، صحه زياده دي ولا ايه؟ ماشي. افتح العيش بقى مش فتحه كبيره، ده عيش ماوي، غير العيش الاسمر اللي بيتباع في اللي هما بيبيعوا العيش الشامي، بيبقى عندهم عيش اسمر، لكن ده بيبقى حاطين عليه رد او حاجه، لكن دوت ماوي. عندنا في اسكندريه بيقولوا عليه ماوي. الجزار قال لي لا لا يا ام احمد، لا ما تجيبيش من ده، هاتي من عند الماوي. وراح شرح لي مكان رحت جبت منه. حلو الكلام، كلام جميل. نجيب بقى اللحمه. هحط رقه صغيره مش كبيره. ليه بقى فرمنا بقى في الاول الفيديو قلت لك فرمنا البصل ناعم، علشان هو بيتحط في العيش ني والعيش مستوي، فلازم عشان اللحمه تستوي كويس. حطيت رقه كده. انا عن نفسي بحب الاسكندراني اللي انا بعمله، وما احبش اشتريه من بره طبعا عشان بيبقى مضروب
وملينه بهارات عشان يخبوا على اللحمة اللي مش اللي هي المستوردة اللي مش البلدي. هعمل ايه بقى في الرغيف دوت؟ هدهن وشه سمنة. دهنة كده محترمة يعني، والصاج فيه من تحت برضو دهنة سمنة، فهتدوقوا الطعم بقى عامل ازاي. اهو كده تمام 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 يا أمولة، تمام. اخد بقى الرغيف ده كده، هو الصاج ده عتيق بس بحبه، جبت جديد غيره لا مش زي دول. احطه كده، اعمل بقية المقدار وكملي الفيديو معايا للآخر. بالشكل ده عملت المقدار كله وحطيته في الصاجات. وعلى فكرة تقدري قوي تعمليه في الطاسة على البوتاجاز من فوق، وفي فيديو فوق بورق زبدة ويحطوه، عشان انا ما حبيتش يعني كده على طول. لكن ممكن تعمليه على طاسة على البوتاجاز من فوق، مش هياخد وقت. بس بدل ما اعمل الكمية دي كلها واحدة واحدة، فقلت اعملها في الصاجات في الفرن. تمام، نسويه ونقدمه مع بعض. احنا كده طلعنا الحواوشي المصري ده من الفرن. طبعا في نص المسافة انا بقلبه هو في الفرن، سامعين؟ ولسه عشان سخن كمان لما يبرد. سامعين صوت؟ انا عاملة حواوشي تاني اسكندراني، ده كمان لما يبرد هيقرمش اكتر. بالشكل ده بقى الحواوشي جاهز للاكل وللتقديم، مخرفش. او سامعين الخرفشه؟ أهي. رائع، حقيقة جميل جدا جدا. حاولوا تجربوه زي ما انا جربته كده، بس انا بحب الاسكندراني، بس عشان ولاد اختي عايزينه فاحنا ما نقدرش نقول لهم لا. كنت معاكم اماني من مطبخ مصريه، اتفضلوا معانا حواوشي قاهري او مصري. باي باي.